قال لك قبل كده مش هتنجح؟ مش بالظبط، بس نقدر نقول الطبيعي انك بتسمع كتير من الناس، لا ده صعب عليك، لا ده مخاطره كبيره، لا خلي بالك انت لو المشروع ده فشلت فيه انت هتتحبس، زي ما بتسمع الكلام دوت. بس الواحد بيبقى مؤمن ان كل واحد بينقل برضه تجربته وخبراته. يعني الشخص اللي بيدي لك النصيحه هو بينقل لك بناء على التجارب اللي هو عاشها، بس ما عاش حياتك. صح. فانت في الاخر مسؤول عن قراراتك ومسؤول عن النتائج، وانت لوحدك اللي هتدفع الضريبه سواء نجحت او فشلت. انت لوحدك، النجاح برضه ليه ضريبه والفشل له ضريبه. فلما تحمل ضريبه النجاح احسن ما تحمل ضريبه الفشل. موقف فشل في حياتك علمك اكتر من النجاح؟ انا ممكن يعني هقول لك على فتره كنت داخل فيها شراكه شغل مع حد، ممكن دي المره الوحيده اللي انا اتشاركت فيها. آه، كان الخطأ اللي انا عملته اللي تسبب لي في مشاكل كتير ان ما كنتش مدي اهمية لاثبات كل حاجة ورقيا. تقصد ان الموضوع كان كلمة؟ بالظبط. ف... فكان وقتها انا كنت شايف ان ده كافي جدا والامر ده سلس وبسيط ومفهوش مشكلة، وبالفعل الامر مشي كويس سنين طويله والموضوع كان كويس مفيش مشكله فيه. ولكن لما جه اول اختبار حقيقي في الاختلاف، لا كان الاختلاف ده او الخلاف اللي حصل لو كان من البدايه في ورق مكتوب ما كنتش هدخل في مشاكل كبيره قوي، او نقعد نحل فيها فتره طويله. وقتها انا اتعلمت ان حتى مهما كان الشخص انا واثق فيه لازم تكون في ورقه بتحدد التزامات كل طرف وحقوقه.